من الوصفات اللي ما تخيبش ظنك وهتديكي نتيجة تبهرك. من لفة جلاش هنعمل أحلى وأسهل الحلويات. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهقولك إن الكنافة تاخد معاكي الشربات مظبوط بتركية سهلة وبسيطة، ضروري جدا تعمليها. ما شاء الله هتعملي كمية حلوة قوي من لفة جلاش. أحلى وأسهل الحلويات معانا. اللايك والشير يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد. أنا فاتن الجندي، يسعدني المتابعة والاشتراك في القناة، وهنقدم مع بعض وصفات حلوة كتير في رمضان، حلو وحادق وهتنول إعجاب الجميع. وده شكل تاني برضو، والاتنين أسهل من بعض، يعني لو لأول مرة تعمليه هيطلع مظبوط معاكي بإذن الله ومش هياخد معاكي 10 دقايق. وتعالوا نشوف مع بعض. أول خطوة هنعمل مع بعض الشربات. كوباية موحدة، كوبايتين سكر، كوباية ونص من المية، مع عود من القرفة ودعيلي، مع نص عصرة ليمونة أو شريحتين من ليمون. ترفعيهم على نار هادية جدا من بداية الغليان، احسبي 8 دقايق. مهم جدا تفككي الكنافة علشان تشرب معاكي سمنة وشربات. لو سبتيها متكتلة ولا هتشرب سمنة ولا شربات ومش هتطلع معاكي ألطف حاجة. فبإيديكي كده أو بالمقص قصقصيها، والتكتلات اللي موجودة فككيها على أقل من مهلك علشان تاخدي نتيجة مرضية. وفي نفس الوقت حتى لو بتعملي صينية كنافة ضروري جدا تفككي الكنافة يعني لغاية ما تحصلي على الشكل ده كده، لأن هي لما بتيجي شريطة كده وسخنة بتبقى متكتلة. هستخدم هنا سوداني مجروش، تقدري تستبعديه وتستخدمي شوية سكر بودر، لأن السكر هنا يعملك عملية ربط للكنافة ما تبقاش متفككة معاكي. أو شوية شربات كنافة لو متوفر عندك. هنزل بشوية من السمنة، هبدأ كده أغلف الكنافة كلها بالسمنة، واستخدمت برضو شوية من الشربات كانوا متوفرين عندي مع السكر البودر. صينية ألمونيوم بتوزع الحرارة بالتساوي. هبدأ كده أبطنها بالسمنة. وفي المرحلة دي أنا معايا لفة جلاش وزنها نص كيلو، ومعايا نص كيلو من الكنافة، لأن أنا الحشوة هتبقى كتيرة شوية، فبيبقى شكلها حلو ولطيفة قوي. تقدميها في العزومات أو تاخديها معاكي برضو بتبقى شيك قوي. لو انت رايحة لحد وكده في رمضان تفطري عنده تعمليها كده وتجيبي لها علبة، أو تحطيها في علبة من عندك وتغلفيها، بتبقى في منتهى الطعامة. هبدأ كده أجيب ورقتين، ما بين الورقتين هبدأ بس حاجة بسيطة من السمنة، وبعد كده هحط الحشوة اللي معايا اللي فيها السوداني المجروش. تقدري تضيفي كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جوز الهند، بتبقى حلوة قوي. في المرحلة دي بتقطعيها، الأفضل سكينة تكون حامية أو مقص. فالمقطع ده أنا كنت بقطع بقطعة من بتاعة الهريسة، فللأسف ما كانش ظاهر، الكاميرا كانت فاصلة وكده وأنا شغالة. فأفضل حاجة تقطعي بيها يا إما سكينة تكون حامية، أهو المقطع بقى جبته في آخر جزء. هنا كنت اتأكدت إن الكاميرا ما كانتش بتصور معايا. يا إما بسكينة يكون بوزها رفيع وتكون حامية، يا إما بمقطع. والأسهل والأسهل هتشوفوا معايا دلوقتي هقطعها لكم بحاجة تانية. ما بين كل ورقة والتانية رشة كده من السمنة، وابدأي اضغطي كويس وقفلي. والحرف هنا بدهنه بالسمنة علشان يقفل معايا، وبمسك الأطرف كده أدخل فيها الحشوة. هنا قطعت لكم واحدة بالمقطع وهقطع لكم بحاجة كمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المقطع هنا علشان بضغط عليه الحشوة بتخرج من الأحرف وكده، بس أنا ببدأ أدخلها تاني. بتدخليها فرن سخن درجة حرارة 200 الرف الأوسط، وتقدري كمان تحطيها على الشبكة، قصدي على الصاجة مباشر، بس مع المتابعة وتخلي بالك. يعني أنا مثلا كنت حطاها على الصاجة درجة حرارة 200، بس كنت واقفة جنب الحاجة. هنا بقى المقص بيسهل عليكي، بقطعها بميل كده تبقى مضغوطة معاكي. بعد كده انت بتفتحيها كده بتخليها زي الوردة، او زي اللي انا الشكل التاني اللي شفتوه معايا. المهم ما تحطهاش تبقى مضغوطة كده، بتفتحيها تشوفوا معايا اللي انا اقصده دلوقتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحاجة اللي تحطيها في الفرن لازم تبقي واقفة جنب الحاجة وتتابعيها. كل فرن يختلف عن غيره، فبالمتابعة وبالنظر بتخلي بالك من تسوية الحاجة. بتعرفي أخدت لون من تحت، بتشيلي واحدة كده وتلاقيها أخدت لون معاكي، تبدأي تولعي الشواية. أو لو الشواية والفرن بيولعوا مع بعض هنبدأ نولعهم الاتنين مع بعض. هنا برضو نقدر نقطعها بالميل بالطريقة دي، بالقطاعة أو بالمقص أيا كان. بتبقى صدقوني طريقتها سهلة، وحابة أقول لكم مش بتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود،
وتقدري تعمليها خلال 10 دقايق. الحاجة بقى اللي تديها السمنة بتاعتها تقدري تسويها بعد يوم، بس أهم حاجة تديها السمنة. يعني إيه تديها السمنة؟ بالطريقة دي جبت كوباية سمنة وبدأت كده أغلف الجلاش بالكنافة، تقدري تسويها بعد يوم، يعني تعمليها وتسويها تاني يوم لو عندك عزومة وكده تجهزيها، أو لو هتعمليها الصبح وتسويها آخر اليوم، فبراحتك. أهم حاجة تديها السمنة بتاعتها وتغلفيها وتركنيها على جنب. فرنك سخن درجة حرارة 200 علشان ما تطلعش ناشفة معاكي زيادة عن اللزوم. أول ما هتخرج معاكي هيكون شرباتك دافي أو بارد عادي، لأن الشربات أول حاجة عملناها. فهتبدأي تديله، طبعا انت بتتحكمي في مقدار السمنة، مش عاوزين الحاجة مسكرة زيادة عن اللزوم ولا سمنتها كتير. هنا ما شاء الله أول ما خرجت وهي سخنة ببدأ أديها الشربات، وتقدري الوحدات الصغيرة دي تحطيها في قلب الشربات وتخرجيها لو انت حابة، أو ترش عليها زي أنا ما عملت. أتمنى من أحلى متابعين اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. أتمنى إن انتوا تضغطوا على علامة الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد هنزله معاكم بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحسن ما بين إيديكم مقدما، وتعملوا أحلى حاجة تفرحوا بيها بيوتكم وأولادكم يا رب العالمين. وما شاء الله حاجة تفتح النفس وحلوة أوي وسهلة، وأشوفكم يا رب على خير.